مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير واهلا بيكم جميعا معانا وحلقة جديدة ومباشر من مصر على الهواء مباشرة من شاشة الفضائية المصرية. بيسعدني اكون مع حضراتكم النهاردة انا ايتن الموجي. انطلاق القمة العربية ال 32 في جدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. النهاردة بتنطلق القمة العربية رقم 32 العادية بعنوان قمة التجديد والتغيير بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، وبيترأس وفد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده طبعا في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة. ده هيكون صالوننا النهارده، وهنتناول بالتفصيل أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل ما حدث في هذه القمة. وهيشرفنا يكون معانا الكاتب الصحفي بالأهرام العزب الطيب الطاهر المتخصص في الشأن العربي. لكن في البداية زي ما احنا متعودين مع قراءة تحليلية واعية ورشيدة لأهم الأخبار في الداخل وفي الخارج، وطبعا على رأسها أخبار هذه القمة العربية. وهيشرفنا الصحفي محمد ربيع غزالة. ننتقل إلى فاصل وتقرير إخباري ونعود مرة أخرى مع حضراتكم، فابقوا معنا. انطلاق أعمال القمة العربية 32 بجدة بمشاركة مصرية. الرئيس السيسي يعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وتونس. الرئيس السيسي يلتقي ميقاتي ويؤكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني. متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتصفير الأزمات العربية والرئيس السيسي لا يتأخر عن التلبية. متحدث الرئاسة: لا تفريط في ملف المياه ومصر تدافع عن حقها في الحياة. معيط: موازنة 2024 تستهدف تشجيع القطاع الخاص لزيادة إنفاقه في البنية الأساسية. وزير التنمية المحلية: استمرار مسيرة مبادرة سند الخير بالمحافظات وتحقيق مبيعات 279.5 مليون جنيه. وزير الزراعة يبحث مع وفد أرجنتيني رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. الرئيس زيلينسكي يصل إلى جدة لحضور القمة العربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية: لا بد من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي. الأمين العام لمجلس التعاون يدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك. الحرب الأوكرانية تهيمن على قمة السبع والعلاقات مع الصين مطروحة على الأجندة. رئيس بيلاروسيا: تصرفات الغرب تضع العالم على شفا نزاع عالمي خطير. الصين: لا حل عسكري للأزمة الأوكرانية. المستثمرون والخبراء يعدون خطط طوارئ حال تخلف أمريكا عن سداد ديونها. مع حضراتكم من جديد بنرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي محمد ربيع غزالة. منور شاشة الفضائية المصرية ومنور استوديو مباشر من مصر. منوره بحضرتك وبالعاملين بيها والمشاهدين كمان. نبدأ مجموعة أخبارنا وعلى رأسها طبعا أخبار القمة العربية. النهاردة انطلقت الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، واللي بتعقد بمدينة جدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. حرص القادة العرب على التقاط صورة تذكارية بعد استقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شهدت القمة عودة الرئيس السوري بشار الأسد بعد غياب 12 سنة عن مقعده في جامعة الدول العربية. تابعت انطلاق القمة العربية ازاي واهمية هذا التوقيت لانعقاد هذه القمة؟ هو في البداية عايز أؤكد لحضرتك أن هذه القمة من وجهة نظري قمة مهمة جدا، لأنها تأتي في وقت صعب وعصيب بالنسبة للمنطقة. وأهم ملاحظاتي لهذه القمة هو المشاركة الكاملة لكافة الزعماء والدول أعضاء جامعة الدول العربية. 22 دولة مشاركة في القمة، كامل أعضاء جامعة الدول العربية. لا يوجد هناك أي مقاطعة من أي دولة لهذه القمة. إضافة إلى أن الملفات التي نوقشت خلال الجلسة الافتتاحية للقمة والتي تشرف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء كلمة مهمة جدا للغاية تحملت العديد والعديد من الرسائل. وقبل أن أتطرق إلى هذه الجزئية بعد عرض حضرتك لهذا الأمر، أؤكد أن هذه القمة زي ما حضرتك أشرتي برضو تعود لأنها من وجهة نظري أعادت
سوريا مرة أخرى إلى مقعدها الذي غابت عنه طوال الفترة الماضية نتيجة للحروب التي كانت موجودة على أرض سوريا. عودة سوريا الآن ليست عودة سوريا في من يمثل سوريا، ولكن عودة سوريا كدولة وككيان صحيح مرة أخرى إلى حضن جامعة الدول العربية، إضافة إلى كيفية مناقشة حل الأزمة السورية وعودة الدولة السورية إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالدولة السورية. إضافة إلى فكرة أو التناغم والاتفاق بين كافة أعضاء جامعة الدول العربية على إعادة التوازن والالتحام مرة أخرى بين أعضاء جامعة الدول العربية، وذلك يأتي في ظل اعتراف الجميع بمخاطر الدولية والمحلية المحيطة بمحيطنا العربي والإقليمي، مما يستدعي التضافر من أجل العبور بالدول العربية من تلك الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بالكاد تعصف وعصفت بالفعل ببعض الدول العربية التي ذهبت إلى مرحلة اللا عودة. الملفات المطروحة والتي تناقش على مائدة جامعة الدول العربية هي ملفات شائكة للغاية وتقيلة جدا، وتحتاج إلى أن يعي الجميع تماما ضرورة عودة الروح العربية مرة أخرى، وتغليب المصلحة الشخصية على الوصول إلى المصلحة العامة، وهي مصلحة الأشقاء العرب وما يحاك بالدول العربية وما يحاك بنا من مخاطر سواء داخلية أو عالمية، أو ما يحاك ضدنا من مؤامرات عالمية لتدمير هذه المنطقة أو الحصول على الثروات الموجودة في هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت وما زالت مطمع للعديد من الدول الكبرى والاستعمارية للحصول على مكاسب، سواء عن تأجيج الفتن والصراعات الموجودة في الدول لتصدير السلاح والحصول على مبالغ مالية. تم تحويل هذه المنطقة إلى منطقة حرب أهلية، وهذا هو الموجود الآن في بعض الدول الموجودة نتيجة عن طريق زرع الفتن سواء السياسية أو الفتن العرقية أو غيرها من الرغبة في الحصول على مكاسب موجودة في بعض الدول. الملفات التي نوقشت في هذه القمة نوقش الملف التعاون الاقتصادي، كيفية إعادة السوق العربية المشتركة، كيفية الاستفادة من مقدراتنا ومكتسباتنا الموجودة في المنطقة العربية. يمكن النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه كلمه، خلينا بقى نتطرق لكلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا في بدايه كلمته وشكر الجزائر على رئاستها للدوله السابقه، وتسلم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان رئاسه القمه العربيه ال 32. الرئيس السيسي من المهم الحفاظ على الدولة الوطنية. يمكن 3 رسائل مهمين جدا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولهم من المهم الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. الرئيس السيسي الاعتماد على الجهود المشتركة لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح ضرورة ملزمة. الرئيس السيسي علينا التعاون لاحتواء الأزمة في السودان. تابعت كلمة الرئيس ازاي، وايه ابرز الرسائل اللي لفتت نظر حضرتك؟ هناك بعض الرسائل الاخرى اللي يمكن حضرتك ما ذكرتهاش في خلال حديثك، ومن اهمها من وجهة نظري هي حديث الرئيس عن فكرة حل علينا الان ان نسعى الى حل المشاكل الموجودة لدينا بالجهود الذاتية. لا، فكرة الجهود الذاتية هنا ايه؟ ان احنا لا ننتظر احدا ان يتدخل او ان يضع لنا خارطة طريق لحل مشاكلنا الموجودة في المنطقة، سواء في العالقة الآن أو المستقبلية. بالتالي نحن لسنا كدول عربية وكأعضاء لدينا القدرة الكاملة على حل كافة المشاكل الموجودة بالمنطقة، سواء مشاكل داخلية في بعض الدول أو سواء مشاكل اقتصادية أو غيرها من الأمور القديمة أو الأزلية. بالتالي الرئيس الآن في هذه الكلمة كان يستدعي الروح العربية، النزعة العربية، الحب العربي، حتى التكاتف والاتحاد. يمكن الرئيس برضو أكد على فكرة كيفية عودة مرة أخرى تضافر الجهود لحل هذه المشاكل. يمكن عايز أكد لحضرتك برضو الرئيس أكد في كلمته على عدة نقاط مهمة جدا: القضية الفلسطينية وضرورة حلها، ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي وإدانته، إضافة إلى أن مصر لا تتخلى عن دورها في حل القضية الفلسطينية والمشاركة في وضع أطر
لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التأكيد على موقف المصري الدائم في حق إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كل هذه الأمور تؤكد عن موقف مصر الدائم والذي لا يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية. حديث الرئيس عن الأزمة السودانية والموجود الآن في السودان وضرورة العودة إلى الهوية والدولة الوطنية والحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب السوداني ورفض التدخل الخارجي أو التدخل الأجنبي. بالتأكيد الأزمة هي أزمة داخلية تخص السودانيين. بالتأكيد الحفاظ على الدولة السودانية وعدم ترك هذه الأزمة إلى أن تذهب إلى غير رجعة مثلما حدث في بعض الدول الأخرى. الدولة المصرية كانت كلمتها موحدة، وكانت موقفها اليوم يحمل، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تحمل العديد والعديد من الدلالات والمعاني الذي يقف أمامها الكثير والكثير من المحللين، وهذا إنما فيعبر عن التوجه المصري للقيادة السياسية والدولة المصرية، والذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية لا تتدخل في شؤون أحد، ولكن تعمل على الحفاظ على حدودها، تعمل على الحفاظ على هويتها، تعمل على الحفاظ على أشقائها، وأن الدولة المصرية تؤكد على أن الأمن العربي هو أمن واحد لكافة أعضاء الدولة جوه العربية. قال فعلا لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إضافة أنها كانت كلمة مقتضبة جدا لم تتعدى دقائق، ولكن كانت تحمل رسائل موجهة ومركزة صحيح. وواضحة تعبر على ما أكدت لحضرتك في بداية حديثي عن الموقف الدائم والمحدد للدولة المصرية والسياسة الخارجية للدولة المصرية. جميل. لقاءات ثنائية على هامش هذه القمة. الرئيس السيسي بيستقبل بمقر إقامته في جدة نظيره التونسي قيس سعيد، ويعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وتونس، وأيضا بيلتقي بميقاتي ويؤكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني. ليس هناك من محفل دولي أو عربي إلا ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللقاء بالعديد من الأشقاء والدول التي تربط مصر بها العديد من العلاقات الدبلوماسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في لقائه مع نظيره التونسي أو رئيس الوزراء اللبناني على موقف مصر على الداعم لكافة الأشقاء العرب، وتوفير كافة أشكال الدعم من الدولة المصرية لهذه الدول، وللمساهمة في كيفية النهوض نقل التجربة المصرية لهذه الدول، إضافة إلى سعي مصر الدائم للحفاظ على استقرار وأمن هذه الدول سواء في تونس أو سواء في الدولة اللبنانية. واحنا لو رجعنا لخلال الأيام الماضية الدولة المصرية وقدمت العديد والعديد من الدعم للأشقاء في لبنان جراء الأزمات المتلاحقة التي حدثت في الدولة اللبنانية الشقيقة خلال الفترة الماضية من كافة أشكال الدعم، وهذا ليس منا من أحد ولكن فهم أشقاء بالنسبة لنا، وأن هناك تبادل في كافة الأفكار والرؤى والحرص الدائم من الدولة المصرية. مصر على طوال تاريخها حريصة على مصالح الأشقاء العرب، ودفعت ثمنا غاليا سواء من دماء أبنائها أو سواء من الحروب التي خاضتها خلال الحقب الزمنية الماضية نتيجة لموقفها الداعم لكافة القضايا العربية التي تعتبرها الدولة المصرية بالنسبة لها هي قضية أمن قومي للدولة المصرية. صحيح. نتحرك لباقي أخبارنا. معايير موازنة 2024 بتستهدف تشجيع القطاع الخاص لزيادة إنفاقه في البنية الأساسية. يمكن عايزين نظرة سريعة على البيان الموازنة المالية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 واللي بيتم مناقشتها أمام البرلمان، والتأكيد على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها للقطاع الخاص بشكل كبير جدا. هذا العام بياخد شكل مختلف. هو أهم ملامح الموازنة كده المقدمة كمشروع لمجلس النواب من قبل الحكومة هو زيادة المخصصات للفئات المستهدفة من الدعم، وذلك لمواكبة الارتفاع الكبير جدا في الأسعار والتغير في الاقتصاد نتيجة للأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية وحدوث نوع من الضغط على الاقتصاد المصري خلال الفترة الزمنية الماضية.
بالتالي الدولة في مثل هذه الأمور تكون حريصة على توفير دعم مناسب لهذه الفئة الفئات الأكثر احتياجا. وده كان زيادة المخصصات في الدعم للموازنة الجديدة، ده كان من أهم ملامح الموازنة الجديدة المقدمة للمجلس 2023-2024. كان ما زال الموازنة حالا محل النقاش في مجلس النواب، وهناك نوع من الاعتراضات على بعض البنود، وهناك نوع من التوافق على بعض البنود الأخرى، وهي محل النقاش. يمكن الحكومة كانت واضحة وتم عرض هذه ملامح هذه الموازنة على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عرضها على مجلس النواب. وإضافة إلى من أهم ملامح هذه الموازنة هو زيادة المخصصات الخاصة للقطاعات الحيوية والخدمية للمواطن المصري، سواء الخاصة بالتعليم، سواء الخاصة بالصحة، سواء الخاصة على النقل أو المرافق. كل هذه الأمور أهم ملامح الخاصة بالموازنة الجديدة، وده يمكن يؤكد النظرة الخاصة بالحكومة للمواطن المصري، إن زيادة المخصصات أو المستهدفات التي تستهدف المواطن بشكل مباشر، بعيدة عن بعض الملفات الأخرى. لدينا العديد من الملفات الخاصة بهذه الموازنة. هناك عندنا بقى فائدة خاصة بالدين العام الخارجي، كيفية تقليل هذه الفائدة وسداد جزء من هذه الديون، كيفية وضع خطة مستقبلية لمواجهة التغيرات في الاقتصاد العالمي أو الأزمات التي ممكن يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة لأي حدوث أي هزات، سواء خاصة مثل ما حدث في فترة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية. إذا لم يكن الاقتصاد المصري لديه خطة مستقبلية لمواجهة هذه الأزمات كنا هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. صحيح. بالتالي الموازنة العامة أصبح لها رؤية مستقبلية تضع بعض البنود الخاصة بالأزمات، الكوارث، كيفية تخصيص دعم للفئات التي ممكن تضار من اي لحظه في اي لحظه نتيجه لاي ظروف ممكن تحدث. كل هذه الامور برضه عايزين نحط في النصاب او في كلامنا او حديثنا ان الحكومه تتحرك في نطاق ضيق، وهذا النطاق هي الموارد الخاصه بالدوله المصريه. كان في بالتوازي اجراءات تم اتخاذها من جانب الحكومه لزياده هذه الموارد نتيجه عن دعم السياحه. هذا الملف الذي كان احد الموارد الرئيسيه للدوله المصريه والذي كان حدث فيه نوع من التراجع، ثم بدات الدوله المصريه تعمل على دعم كبير جدا وتوجيهه لهذا القطاع للعمل على زيادة عدد السياح للدولة المصرية وكيفية ضمان دخول عملة صعبة من هذا المورد الهام جدا للدولة المصرية. يبقى الدولة الآن تعمل على كيفية الحفاظ على مواردها وزيادة مخصصات الموازنة العامة للدولة المصرية بما يساهم في توجيه الدعم اللازم للفئات المستهدفة والأكثر احتياجا، نتيجة إلى إضافة إلى المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة المصرية وهي حياة كريمة الخاصة بالدولة المصرية وتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروعات الخاصة بالمبادرات الرئاسية الخاصة بمنظومة الصحة، يمكن أكثر من 14 مبادرة يتم تخصيصها مليارات الجنيهات لاستمرار تلك المبادرات وتلك الموازنة الخاصة بهذه المبادرات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. على ذكر المبادرات، وزير التنمية المحلية استمرار مسيرة مبادرة سند الخير بالمحافظات وتحقيق مبيعات 279.5 مليون جنيه. اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية تلقى تقرير عن متابعة مبادرة سند الخير اللي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 وحتى منتصف مايو 2023 لتوفير السلع الغذائية، اللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى. هذه المبادرة تأتي في ظل برضو الدعم اللي أكيد حضرتك فيه، اللي هو فكرة الدعم الموجه إلى المواطن المصري. الدولة تدعم هذه المعارض أو المجمعات الاستهلاكية الكبرى لتوفير سلع غذائية مناسبة بأسعار مناسبة أقل من السوق لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، بما يعود بالنفع على إحداث نوع من التوازن بين الأسعار الموجودة في السوق وإجبار التجار على تخفيض الأسعار لوجود سلع بنفس السلع بأسعار أخرى توفرها الدولة، وفكرة نوع من الموازنة والموائمة وعدم ترك السوق حكرا لأحد وأن يكون المواطن أصبح مضغوط عليه من بعض التجار ضعاف النفوذ لتحقيق مكاسب وأرباح مالية كبيرة. يبقى الدولة المصرية أن تتدخل للتخفيف وطئة الضغط الاقتصادي عن المواطن المصري بكافة أشكال الدعم. آخر خبر معانا من قمة جدة العربية لقمة السبع في اليابان هيروشيما. الحرب الأوكرانية بتهيمن على قمة السبع والعلاقات مع الصين مطروحة على الأجندة. هذه القمة يمكن تأتي في ظل انعقاد القمة العربية. يمكن النهاردة يمكن لو لاحظنا كان هناك ضيف شرف للقمة هو الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وكان يمكن الرئيس الروسي بوتين ألقى كلمة عن طريق شبكة الكونفرنس أمام القمة. هذه الكلمة هذه المشاركة من الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني تؤكد على حرص الدول العربية على المساهمة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية. يمكن ولي العهد السعودي اليوم
محمد بن سلمان أكد على يمكن المملكة العربية السعودية لديها الحرص التام على التدخل للمساهمة في حل الأزمة الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية الآن ليست تهدد منطقة بعينها ومنطقة أوروبا فقط، ولكن هذه الحرب أضرت بالعالم أجمع. بالتالي الجميع حريص. يمكن لم تنسى القمة العربية أو جامعة الدول العربية اليوم هذه القمة ال 32 على وضع هذه الأزمة على طاولة أو النقاشات، وأن يشارك أطراف هذه القمة، بما يؤكد من وجهة نظري أن الدول العربية ما زالت دول فاعلة في صناعة القرار العالمي. وده شيء مهم جدا او رساله واضحه يجب ان نستغلها مره اخرى. وهذا نعود بالاسقاط على كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا من وجهه نظري الدول العربيه ليست دول بالحجم الهين، ولكن لديها من المقدرات والمكتسبات والقدرات الهائله التي يجب ان نستغلها، وآن الاوان لاستغلال ذلك حتى نعيد لهذه المنطقه تاريخها وحاضرها الحالي. نحن لدينا من التاريخ المشرف الذي يجب أن نستعيده ونستعين به لإعادة الأمور في مسارها الصحيح، وتعود الدول العربية صانعة قرار، ليست هناك دول تصنع بها القرار. يا رب. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الكاتب الصحفي محمد ربيع غزالة، شرفتنا يا فندم. شكرا جدا وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا جزيلا. مشاهدينا اسيب حضراتكم مع تقرير ونبدا صالوننا ونلتقي بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي بالاهرام العزب الطيب الطاهر المتخصص في الشأن العربي، وحوار مفتوح عن القمة العربية ال 32 في جدة. اتفضل.